في أغسطس 2023 تم الكشف عن لعبة ذا لاست رونين، واللي مقتبسة من القصة المصورة اللي بتحمل نفس الاسم. ورغم إن القصة بتدور في عالم سلاحف النينجا، إلا أنها تعتبر مختلفة تماما عن كل القصص اللي نزلت قبل كده، لأنها مش بتحكي مغامرة جديدة للسلاحف وخلاص. ذا لاست رونين هي قصة موت سلاحف النينجا، يعني كل اللي حصل في العالم ده كوم، والقصة دي في كوم تاني لوحدها خالص. ومن ساعة أول إعلان للعبة عدى أكتر من سنة ونص، ومفيش حس ولا خبر، لا شفنا تريلر جديد ولا أخبار عن عملية التطوير ولا أي حاجة. طب إيه اللي حصل واللعبة راحت فين؟ النهاردة حبيت أتكلم معاك عن اللعبة دي شوية. أولا هشرح لك نبذة مختصرة عن قصة ذا لاست رونين، وكمان ناخد نظرة على تاريخ المطورين، ونتوقع مع بعض شكل اللعبة ممكن يكون عامل إزاي. في النهاية هديك كل الأخبار والمستجدات اللي طلعت عن اللعبة لغاية دلوقتي. بس قبل ما نبدأ ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة. يلا نبدأ. الو الو يا عم، انا اتبرعت خلاص يا عم، اتبرعت خلاص، سددت اليوم مصر، اتبرعت كل فلوسي، نصيب الفرد $1,000,000. الإعلان عن لعبة ذا لاست رونين كان عاجلا أم آجلا هيحصل، بس بصراحة أنا ما كنتش متوقع إنه يحصل بدري أوي كده. أول حلقة من ذا لاست رونين نزلت في 2020. تم الإعلان عن اللعبة وفيلم لايف أكشن لنفس القصة في سنة 2023، يعني فرق 3 سنين بس، وده مدة قليلة جدا. في قصص بتقعد 10 سنين على ما يتعمل لها أدابشن واحد، وده يعكس نجاح القصة والتأثير اللي قدرت تعمله في فترة صغيرة مقارنة بباقي القصص. نجاح اللي وصلته القصة دي مش بس لأنها بتحكي قصة موت سلاحف النينجا، لكن القصة سوداوية ودموية جدا بعكس قصص السلاحف اللي قبل كده، وده اللي اداها طابع مميز قدرت من خلاله تكسب فئة جديدة. سواء اللي مهتم بعالم سلاحف النينجا هيقراها لأنها قصة عظيمة ومختلفة، واللي مش مهتم بالعالم بتاعهم برضه هيقراها لأنه عايز يشوف نهاية الأبطال اللي أكيد عاش معاهم لحظات جميلة في طفولته. قصة اللعبة باختصار وبدون حرق: في ظروف غامضة بتحصل حادثة لسلاحف النينجا، وثلاثة منهم بيموتوا، واحد بس هو اللي بيفضل عايش، وبنعيش معاه رحلة طويلة للانتقام. والحلو في بداية القصة إنك ما بتكونش عارف مين الثلاثة اللي ماتوا ومين اللي فضل عايش، لأننا بنشوفه وهو بيستخدم الأسلحة والمهارات بتاعة الأربع سلاحف في نفس الوقت. ده بيضيف نوع من الغموض اللي بيشدك إنك تكمل. من القصة نقدر نتوقع شوية حاجات عن شكل. أولا إنك هتلعب بشخصية واحد بس سلاحف النينجا، ولكن هيكون معاك كل الأسلحة والمهارات بتاعة التلاتة التانيين. ثانيا إننا هنشوف فلاش باكس كتير عشان تحكي لنا إيه اللي حصل أثناء التقدم في اللعبة. وممكن كمان نشوف مشاهد شبه اللي شفناها في باتمان أركام نايت، إن الجوكر يبقى بيظهر لك في الطريق طول ما أنت ماشي، ونشوف السلاحف اللي ماتوا وما بيظهروا لأخوهم في الطريق عشان يتكلموا معاه. كمان ممكن نشوف عالم مفتوح بيقدم نسخة مستقبلية من مدينة نيويورك، واللي بتقع فيها أحداث القصة، حاجة كده شبه سايبر بانك. الكلام اللي طالع لحد دلوقتي إن اللعبة هتقدم منظور شخص ثالث شبه اللي كان في جاد اوف وور. كمان نظام القتال هيكون شبه اللي شفناه في سلسلة باتمان أرك سبايدر مان بتاعة البيس 4. ممكن كمان نتوقع شكل اللعبة هيكون عامل ازاي عن طريق إننا ناخد لفة في الألعاب اللي عملها المطورين. لعبة ذا لاست رونين هتكون من تطوير استوديو بلاك فورست، واللي لحد دلوقتي عمل 5 ألعاب بالعاب: ديستروي اول هيومنز الجزء الأول والثاني، ودي عبارة عن لعبة 3D بلاتفورمر. الستايل بتاعها قريب شوية من لعبة هاي اون لايف اللي كانت برضه واخدة الستايل بتاعها من مسلسل ريك اند مورتي. وأيضا عملوا لعبة جيانا سيسترز الجزء الأول والثاني، وهي عبارة عن لعبة 2D بلاتفورمر برضه. ولعبة روج ستورمرز وهي لعبة ران اند جان شبه حرب الخليج كده. كل الألعاب اللي فاتت كانت عبارة عن مشاريع صغيرة وبعيدة تماما عن الشكل اللي ممكن نتخيله لقصة ذا لاست رونين. بس في لعبة أخيرة اشتغل عليها الاستوديو ممكن تجاوبنا على أسئلة كتير جدا، ألا وهي فيد تو سايلنس. فيد تو سايلنس هي لعبة سرفايفل عالم مفتوح بتحكي قصة البطل اللي بيلاقي نفسه وسط عالم غامض مليء بالوحوش والخطر، مطلوب منه انه يحاول ينجو بحياته هو وبنته. اللعبة فيها نظام كرافتنج وبناء معسكرات، بتعتمد بشكل كبير على اكتشاف العالم وتجميع الموارد اللازمة للبقاء. انا اكون صريح معاك، انا ما لعبتش اللعبة دي، بس اللي لفت انتباهي وانا بتفرج على فيديوهات اللعبة ان في اوجه شبه بينها وبين قصة ذا لاست رونين. اولا اللعبة بتديك احساس سوداوي جدا وسط عالم متغطي بالبرد ووحوش بتطاردك من كل ناحية. ثانيا الكومبات بتاعها متنوع ما بين اللايت والهيفي اتاكس، بتعتمد بشكل كبير على استخدام السلاح اللي معاك واختيار الوقت المناسب امتى تضرب وامتى تعمل دوج، وده في شبه كبير للشكل اللي احنا متخيلينه للعبة ذا لاست رونين. مشكلة اللعبة
دي إنها مليانة جليتشات وواضح إن هم استعجلوا في عملية التطوير، بس لا تزال هي اللعبة الوحيدة اللي طلعت من استوديو بلاك فورست بتجربة قريبة من قصة ذا لاست رونين. فلو حابب تاخد فكرة عن الطريقة اللي ممكن الاستوديو يقدم بيها قصة مأساوية زي قصتنا النهاردة، فدي أقرب حاجة وصلت لحد دلوقتي. نيجي بقى لأهم جزء في الفيديو اللي هكلمك فيه عن آخر أخبار والتطورات اللي طلعت عن اللعبة دي. زي ما قلت لك في أول الفيديو، من ساعة الإعلان عن لعبة ذا لاست رونين اللي نزل في 2023 والدنيا هوس لا شفنا عروض تانية للعبة ولا حتى ظهرت في أي حدث تاني. وأنا النهاردة جايب لك خبرين، الخبر الأول وحش والخبر التاني وحش برضه. الخبر الأول إن استوديو بلاك فورست المسؤول عن تطوير اللعبة سرح 50% من الموظفين بتوعه. الكلام ده حصل في يناير 2024، يعني بعد الإعلان عن اللعبة بكام شهر. بس مع ذلك المطورين أكدوا إن ده مش هيأثر على تطوير اللعبة وإن المشروع لسه مستمر. أما الحاجة التانية اللي عايز أقولها لك هي إن لغاية دلوقتي مفيش موعد إصدار محدد أو حتى تسريبات عن موعد إصدار للعبة. يعني ممكن أتوقع إننا ما نشوفش أي حاجة من اللعبة دي غير بعد 2 كمان على الأقل، وده فترة كبيرة. الحاجة الوحيدة اللي مخليني متفائل شوية هي تصريحات المطورين، وإنهم بيشتغلوا مع الصناع الأصليين لقصة ذا لاست رونين، وإنهم ناويين يلتزموا بالقصة ومش هيكون في أي تحريف. كلام المطورين كله تفاؤل إن اللعبة هتقدم تجربة ممتازة للاعبين. في نهاية الفيديو حابب أعرف رأيك عن كلام المطورين وعن الموضوع بشكل عام. هل أنت متفائل بأن اللعبة دي ممكن تقدم تجربة ممتازة تليق فعلا بواحدة من أفضل قصص السلاحف النينجا لم تكن أفضلهم؟ يا ريت تعرفتي رأيك في الكومنتات، ممكن نتناقش فيه مع. ما تنساش تعمل لايك، تشترك في القناة. شكرا. أنا مايكل أنجلو. وأنا دوناتيلو. وأنا ليوناردو. أنا رافاييلو. النينجا تيرتلز واقعين في مشكل. النينجا تيرتلز واقعين في مشكل. مين راح يحله؟ النينجا تيرتلز واقعين في مشكل كده. No scoped it.